السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل محشي. هنسمي بسم الله ونحط مادة دهنية في الحلة كده تسيح زي ما احنا شايفين، سمنة ماشي، زيت ماشي، زي ما انت حابة. وهنا فرمين بصلاية كبيرة زي ما احنا شايفين كده اهو، ونبدأ نحطها كده. البصله دبلت يا حبايبي زي ما احنا شايفين. هنبدا نحط كميه الصلصه بتاعتنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا حبايبي. هنحط على الصلصه بتاعتنا شويه بهارات، معانا ملح وفلفل وبهارات وشويه قرفه صغيرين خالص. تمام، ملح وفلفل وبهارات مشكله اللي هي 7 بهارات وشويه قرفه صغيرين خالص. مش عايزه قرفه بلاش، يبقى ملح وفلفل وبهارات بس. تمام يا حبيبتي زي ما احنا شايفين كده، ونحطهم على الصلصه كده يا حبايبي. الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما احنا شايفين كده اهو. دلوقتي احنا كده خلاص طفينا على الصلصه اهي. اول ما تبرد هنديها 5 دقايق تقريبا ولا حاجه. اول ما تحس ان هي بردت شويه هنخش معاكم على الخطوه اللي ورا. خليكم معانا لاخر الفيديو يا حبايبي. كده يا حبايبي رجعنا لكم تاني. الخطوه اللي وراها ايه؟ هنسمي بسم الله. بصوا دي الصلصه اهي بعد ما اتسبكت. هنسمي بسم الله ونبدا ننزلها في البوله بتاعتنا. دي الحله اللي انا هحشي فيها مكان الصلصه كده. هقطع البصل وهجهزها وهوريها لكم معايا خطوه بخطوه. هحشي في نفس المكان بتاع الصلصه بتاعت المحشي. تمام كده اهو. كده حطينا الصلصه بتاعتنا. هنا معانا الخضار بتاعنا اهو جاهز ومغسول ومتصفي، منقيينه وغاسلينه ومصفينه. هنسمي بسم الله وننزله على الصلصه اهو. كده حطينا الخضار معانا اهو. كمان نص كيلو رز مغسول. ونقلب الخلطه بتاعتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي معانا ايه بقى؟ هنا معانا محشي بدنجان وكوسه. بصوا يا حبايبي اهو. نتوكل على الله بقى ونخش على الخطوه اللي جايه اللي هي خطوه ايه؟ خطوه الحشو. زي ما قلت لكم يا حبايبي، دي الصلصه، دي الحله اللي انا عامله فيها الصلصه ومجهزاها. بصوا دي كوسايه اتقطعت مني وانا بعملها، مفيش مشكله. هنعمل ايه؟ انا بحب احطها في الارضيه، في ارضيه الحل. معايا بصلايه برضو هقطعها شرايح، مش مهم رفيعه تخينه زي ما تحب، برضو في الارضيه بتاعي. هنا يا حبايبي الكوسه انا ما ينفعش تمليها على اخرها عشان ما تفرقعش منك، او الرز لما يستوي بيقوم طالع لحد بره خالص. لا احنا مش عاوزين كده. احنا بنسيب مساحه في الكوسه زي ما احنا شايفين كده اهو. ما بنملاهاش على اخرها، تقريبا فوق النص بشويه، يعني نص الكوسايه وفوق منها بشويه صغيرين، والباقي بنسيبه فاضي. بندي مساحه للرز انه يستوي، سواء كوسه او فلفل او بدنجان، كله نفس النظام ونفس الطريقه، ما بيتملاش على اخره. تمام، يلا بينا نكمل الباقي. هنا بقى بعد ما خلصنا كل المحشي هنبتدي نرصه. معانا تقريبا ورق عنب اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي، تقريبا ربع كيلو او يمكن اكتر شويه طبعا على حسب رغبتك. والخلطه بتاعتنا زي ما احنا متعودين في المحشي القديم اللي قبل كده، قلت لكم ان شاء الله هسيبها لكم فين، هسيبها لكم في التعليقات. هنسمي بسم الله يا حبايبي وناخد اول ورق عنب كده. الاول معانا هنا حله انا مقطعه فيها بصلايه وطماطمايه وقرن شطه زي ما احنا شايفين كده حبايبي. تمام، هنبتدي نجيب اولا الناحيه اللي بتلمع دي. في طبعا ناحيتين في ورق العنب، ناحيه هتلاقيها خشنه شويه اللي فيها العروق دي، والناحيه اللي بتلمع. الناحيه اللي بتلمع دي المفروض هتبقى خارجيه اللي بره، يعني احنا هنحشي ورق العنب من هنا زي ما احنا شايفين كده. هناخد جزء صغير من الرز ونبتدي نحطه كده زي ما انتوا شايفين. هنتني الطرف ده كده والطرف ده مع بعض،
ونبتدي نلم من تحت بالطريقه دي وناخدها واحده واحده اهو. بصوا حبايبي بايدينا الاتنين بالراحه خالص اهو اهو. ادي صباع ورق العنب سهل جدا. في ناس بتحشي على الترابيزه، في ناس بتحشي على ايديها زي ما انا بعمل كده، في ناس بتبدا تحطه في كيس وتبدا تشده كده بالسكينه فيبدا. طبعا هو في له كذا طريقه، انا بحاول انقي لك الطريقه السهله اللي انت تعرفي تملكيها بايديكي. تمام. ونبدا نحط في الحله بتاعتنا. تمام. ادي ورقه كمان اهو زي ما احنا شايفين. ادي كميه الرز بتاعتنا بنحاول نحطها مفروده كده زي ما انتم شايفين، ونتني طبعا الطرفين. تمام اهو. ومسكته بصباعي كده وابدا اتني من تحت بالطريقه دي، يبقى الجنبين الاتنين عندي مقفولين، وابدا ابرم كده زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. بصوا الصباع جميل ازاي اهو. بصوا ماسك نفسه زي الفل. كده حبايبي خلصنا حلة ورق العنب زي ما احنا شايفين كده. بنرصها داير ما يدور كده، وبعد كده نحط الباقي في الايه في الجزء اللي في النص عشان تطلع متماسكه معانا. ان شاء الله باذن الله هنسقيها شوربه واوريها لكم واحنا بنسويها. ومقدار الشوربه في حله ورق العنب بيبقى يا دوبك مغطي ورق العنب من فوق، يعني ما بتبقاش غرقانه قوي في الميه ولا الميه قليله الشوربه، لا لازم تكون المقدار يا دوبك مغطي ورق العنب بس من فوق كده حبايبي. خليكم معانا في الخطوه اللي جايه وهسقيه شوربه وهوريكم هنعمله ازاي. زي ما احنا شايفين دي الشوربه بتاعتنا. انا بس حطيت فيها معلقه صلصه وشويه بابريكا علشان تدي ايه، تدي الحمار اللي احنا شايفينه ده. شوربه فراخ براحتك خالص، شوربه لحمه ماشي مفيش مشكله. وهنا جنبنا اهوت ورق العنب، هنبتدي نسمي الله وناخد الشوربه بتاعتنا ونسمي الله ونبدا نسقي ورق العنب بتاعنا. هوريكم المقدار بتاعه بيحتاج قد ايه شوربه، وبعد ما يستوي ان شاء الله هنقدمه مع بعض زي ما احنا متعودين كل مره. اهو يا حبايبي ده المقدار بتاع ورق العنب، تحسي ان هو يا دوبك مغطي بس الجزء اللي فوق بس مش غرقان فيه، يعني اهو يكون مغطي وش ورق العنب زي ما انتم شايفين كده. ونحاول ان احنا ما نكترش فيه لان هو كده كده الورق بتاع العنب بيحتاج سوا، وكمان الرز طبعا بينفش جواه فبيحتاج سوا. هو ده المقدار الصح لورق العنب. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ الرحمن الرحيم. ونبدا نسقي بالشوربه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار ايه بقى؟ المقدار اللي احنا بنسقي بيه ما بنغطيش الحله خالص لحد اخرها، لا الكوسه كده كده بتنزل ميه اساسا، يعني الكوسه اساسا فيها سوائل، فاحنا ما بنملاش الحله خالص للاخر، وفي نفس الوقت ما بننزلهاش قوي، بنخلي مقدار الميه تقريبا لحد نص الحله بس اهو زي ما احنا شايفين. تمام يا حبايبي. هنغطي بقى المحشي بتاعنا لحد ما يستوي خالص، واحنا بنقدمه باذن الله هنرجع لكم تاني ونوريه لكم. وباذن الله يا حبايبي فيديوهاتنا تكون نالت اعجابكم، ودايما نكون عند حسن ظنكم، واشوفكم باذن الله في فيديوهات جايه كتير وتكون سهله وبسيطه، وباذن الله تكون في متناول الجميع، ونشوفكم ان شاء الله في احسن صحه وفي احسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.